يا أهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي قوي من القصة اللي فاتت. جاية النهاردة وجايبة لكم معايا قصة جديدة، بس قصة النهاردة حلوة جدا صعيدي، متأكدة ان كلكم هتحبوها. لكن قبل ما نبدأ قصة النهاردة عايزة اقول لكم اني نزلت قصة حلوة جدا على قناة روايات إيمان اسمها التوأمتان المخادعتان. ازاي يعيشوا بنتين توأم في جسم واحد بس، كل واحدة فيهم هتظهر أخيرا، وبسبب الحب هو اللي هيخلي كل واحدة فيهم تعيش حياتها، والحياة الطبيعية المثالية لأي بنت. صلوا على النبي وفجروا زر اللايك. يلا نبدأ. حسناء كانت قاعدة في أوضتها وكانت بتعيط لأن أختها هتتجوز ابن عمها اللي أصلا حسناء بتحبه، وكانت مستنية اللحظة اللي يجي يعترف لها بحبه. ما كانتش قادرة تتكلم ولا قادرة تبوح بالمشاعر اللي جواها، لأن دي أختها ومش قادرة تتكلم علشان أختها تعيش مبسوطة، واضطرت إنها تسكت وتظهر إنها كويسة. دخلت أختها وهي لابسة الفستان الأبيض، مسحت دموعها بسرعة وابتسمت ابتسامة خفيفة علشان أختها ما تحسش بحاجة. ما شاء الله انتي طلعتي زي القمر. على فكرة أنا كنت متأكدة إنك هتطلعي حلوة كده، انتي أصلا حلوة من غير أي حاجة، وانتي وعريسك لايقين على بعض. ربنا يوفقكم. انا هروح البس دلوقتي حالا بسرعة، فستاني جاهز. ردت منى. بصي يا حسناء، انا عايزة اتكلم معاكي في موضوع مهم قوي، وعايزاكي تركزي معايا كويس. انا عايزاكي اول ما تشوفي ماما النهاردة تقولي لها منى بتقولك هي اسفة واضطرت تعمل كده، ما تقدرش ابدا تعيش مع شخص ما بتحبوش. واحدة واحدة انت هتفهمي ايه اللي هيحصل بالظبط. عن اذنك لازم امشي فورا. ومشيت منى. اما حسناء ما كانتش فاهمة اي حاجة من الكلام اللي منى بتقوله، كانت بتفكر يا ترى منى تقصد ايه. وفي القاعة المأذون وصل، وكان قاعد العريس مستني العروسة، وبابا ومامته وراه منتظرين عروسة ابنهم على نار، لانهم كانوا بيتحايلوا عليه كتير علشان يتجوز، لكنه ما كانش راضي. لكن والده صمم انه يتجوز بنت عمه. الا قول يا سميدة، فين بنتك؟ المفروض تيجي دلوقتي علشان المأذون جه والمعازيم تحت مستنيين العروسة. يلا روح نادي بنتك. حاضر يا عباس يا اخوي، انت عارف بقى عروسة وكوافير. عموما حاضر، هروح انادم عليها دلوقتي، هي اكيد دلوقتي هتكون جاهزة، وهنزلها على طول علشان نكتب الكتاب. الف مبروك يا عريس. حسناء لبست الدريس بتاعها بتاع الفرح علشان تحضر فرح اختها، وكانت مبسوطة لها، لكنها كان قلبها بيتقطع من جواها. دخلت والدتها وقالت: حسناء، هو ايه يا بنتي؟ فين اختك؟ انا بدور عليها في كل مكان لكن مش لاقياها. انا قلت اكيد هنا معاكي في الاوضه، لكن برضو مش موجوده. تفتكري بس راحت فين؟ ردت حسناء: انا هقولك على كل حاجه. هي بصراحه النهارده كانت غريبه، لبست عادي الفستان الابيض وجت هنا في الاوضه وقالت لي قولي لماما سامحيني، مش هقدر اعيش مع شخص انا ما بحبوش، ومشيت. لكن معرفش دلوقتي هي راحت فين ولا ايه اللي حصل بالظبط. يا مصيبتي، يبقى دلوقتي اكيد هربت. يا لهوي على الفضايح اللي هنكون فيها، اهل البلد كلها هياكلوا وشنا. طب وبعدين هقول لابوكي ولا اخبي عليه؟ هخبي عليه كيف؟ ولما يجي علشان يسألني على العروسة اقول له ايه بس يا بنتي؟ ايه يا فاطمة، فين العروسة؟ العريس مستنظر العروسة على نار، والمأذون جه كمان، والمعازيم كلاتهم مستنيينها. يلا يلا نادي على منا بسرعة علشان نحضر كتب الكتاب. أنا عايزة أقول لك على حاجة. أصل الظاهر كده يعني إن منا طفشت، سابت الدوار ومشيت. قالت لأختها حسناء إن يعني توصل لي رسالة إنها مش هتقدر تعيش مع شخص ما بتحبوش، وإنها لازم تعمل كده. أكيد هربت، أكيد يا سميدة. نعم، أنت بتقولي إيه؟ معقول يا بنت المركوب تهرب من الدوار واللي تفرحها كمان؟ معنى كده ان البلد كلها هياكلوا وشنا. سميدة نزل لهم وابتدى يشرح لهم الموقف. يعني مش عارف اقول لك ايه يا ولد اخوي، بس هو ده اللي حصل. هي اكيد هربت. انا عارف يعني ان جوازكم جواز تقليدي مش عن حب، يمكن علشان كده البت طفشت ومش رايدة تتجوز. نعم، هربت ومش رايدة تتجوز. أسد المنصوري، حلو جوي الكلام ده. طيب أنا بقى هخلي رجالتي يدوروا عليها في كل مكان، وأول ما يلاقوها
أنا هتصرف معاها تصرف تاني خالص. ما تزعلش مني يا عمي، طالما انت مش قادر تحكم على بيتك وعلى بيتك وعلى حرمة بيتك يبقى خلاص أنا هعرف أتصرف. كيف الحديث الماسخ اللي بتقوله ده يا سميدة؟ معقول بنتك تخرج من دارك وانت نايم في العسل وما تعرفش عنيها أي حاجة؟ زي ما قال أسد بالظبط، احنا لازم نلاقيها، هنقلب عليها البلد حتة حتة، وأول ما نلاقيها يبقى خلاص هي بقى اللي حكمت على نفسها. أعمل إيه بس يا عباس يا أخوي؟ ما كنتش أعرف اللي نيتها كده. عموما علشان شكلنا قدام الناس مفيش غير حل واحد، إن أسد يتجوز حسناء، علشان شكلي منظري قدام الناس لحسن سمعة العيلة كلها هتكون في الأرض. وحسناء ما قدرتش تتكلم، فضلت تعيط من قلبها. مش عارفة يا ترى بتعيط من الفرحة لأنها تتجوز الشخص اللي بتحبه، ولا يا ترى بتعيط لأنها تتجوز شخص هو أصلا مش حاسس بيها. إيه يا بنتي، أنا عارفة إنك مش رايداه زي أختك بالظبط، بس معلش استحملي يا ضنايا، أصل يعني أختك اللي عملته ده كان ممكن يخلي سمعة العيلة كلها في الأرض. وكمان أسد لو لقاها انت عارفة ممكن يعمل فيها ايه؟ انت بجوازك منه هتهدي الموضوع خالص، وحتى لو لقاها يبقى خلاص هتكون ما تخصوش ومش هيكون يعني رايد يتجوزها. والله ما عارفة، مش عارفة أفرح ولا أحزن، مشاعري متلخبطة وأنا بتجوز جوز أختي اللي المفروض هيتجوزها، والمفروض بتجوز شخص هو أصلا ما بيحبنيش، وأنا أصلا مش في باله، وعمره في حياته ما فكر فيا. عرفتي أنا حاسة بإيه يا ماما؟ علشان كده أنا زعلانة وحزينة من جوايا، منها السبب، هي اللي حطتني في الوضع ده. عندك حق، هي السبب، هي اللي خلتنا كلاتنا راسنا في الأرض، والبلد كلها هتتحدث علينا لو انتي ما تجوزتيش أسد. علشان خاطري يا حسناء يا بنتي لازم تتجوزيه وتنقذي سمعة عيلتنا، واختك تنقذيها من ايد أسد. انتي عارفة أسد صعب جده، والبلد كلها بتترعب منه، لو لقى اختك منه هيخلص عليها يا بنتي. وأخيرا اتجوزت أسد، وقلبها كان طاير من الفرحة، لكن برضو حزينة وزعلانة لأنها كان نفسها قوي تتجوزه وهو كمان يكون بيحبها. وفجأة لقيته بيقول: اوعي تفتكري ان جوازي منك ده جواز طبيعي زي أي زوج وزوجة، انت بعد كده هتكوني في حالك وانا في حالي، ومستحيل أجربلك علشان ترتاحي وتبطلي تفكير. عارف دلوقتي بتفكري في ايه؟ انما اختك اني يوم ما الاقيها أنا عارف هعمل فيها إيه كويس جوي، علشان هي اللي وصلتنا للمرحلة دي. عارف إنك مالكيش ذنب، والذنب ذنب أختك. أرجوك يا أسد ما تعملهاش حاجة، والله هي طيبة قوي، بس هي ما قدرتش قطع كلامها وهي لسه بتتحايل عليه علشان ما يأذيش منها، سابها ومشي. وبعدين راح على صاحبه واسمه معتز، قعدوا مع بعض قدام البحر، وكان بيشرب كتير جدا في اليوم ده. أنا مش عارف كيف أتجوز واحدة أصلا ما بحبهاش، وعمري في حياتي ما فكرت أتجوزها، دي لسه حتة عيلة صغيرة لسه في المدرسة. تخيل يا معتز معقول هتتجوز بنت لسه في المدرسة ولسه بتفرتين؟ أنا مش عارف كيف حصل ده، بس اللي حصل ده هو الصح، وإلا سمعتكم في البلد كلها هتبقى زي الطين وزي الزفت. وانت عارف بقى، بقول لك ايه، كفاية شرب، البت عندك في اوضتك. ايه يعني عندي في اوضتي؟ عادي، هعمل لها ايه؟ انا مش طايق اصلا ابص في خلقتها، هي مجرد بنت عمي وبس، وهتفضل جديدة لسه عيلة صغيرة زي ما انت كنت لسه بتقول، لسه بضفاير، دي لسه بتروح المدرسة. أنا هتجنن، لازم أدور على منة في كل مكان، ويوم ما الاقيها حسابها معايا قوي قوي. ونروح لحسناء، ولأن ده كان جهاز أختها ما كانتش لاقية فيه بيجامات، كله بيبي دول. هعمل ايه بس في اللبس ده؟ هلبسه ازاي؟ طيب هو أكيد مش هيدخل الأوضة، هضطر ألبسه. ما أعمل ايه؟ ما هو مفيش أي بيجامة في الهدوم. وفعلا راحت أخدت الشاور بتاعها ورشت البرفيوم بتاعها الجميل اللي بريحة الياسمين اللي كانت ريحته فايحة في كل مكان في الغرفة، ولبست البيبي دول القصير ده لأنها متوقعة إن هو مستحيل ينام معاها في نفس الغرفة، ونامت على السرير واتغطت نصها بالبطانية. في الوقت ده كان رجع أسد، وكان شارب كتير جدا، قعد جنبها وحط إيده على وشها وكان بيقول: تصدقي يا حسناء،
إن انت حلوة جوي، عيونك واسعة وجميلة، وشعرك الحرير وبشرتك الصافية، إنما شفايفك بقى. وفجأة ابتدى يقرب عليها. أما حسناء حست إن حد بيقرب منها قوي، زقته بعيدة عنها وفضلت تقول: ابعد عني، انت عاوز مني ايه؟ انا خايفة منك، انت شكلك شارب كتير قوي، ايوه ريحتك مش طبيعية. بقولك ايه، انت لسه قايل لي اننا مستحيل نكون زوج وزوجة، يبقى خلاص طالما انت اللي طلبت كده يبقى فعلا مستحيل نكون زوج وزوجة، ويا ريت انت تخليك بعيد عني، اطلع انام في اي اوضة تانية. لا، من قال اني هنام في اي اوضة تانية؟ امال انت بقى لابسالي القميص الحلو ده ليه؟ انا عارف انك لابساه علشان اجرب منيكي، رايداني صح؟ ها؟ لا، انا ما لقيتش هدوم غير البيبي دولات القصيرات دي، هعمل ايه؟ مفيش حل تاني غير اني البسهم، كنت فاكراك هتنام في اي اوضه تانية. اسد كان مركز على شفايفها وهي بتتكلم وبس، ما كانش مركز على اي حاجه تانية. اما فجاه شالها بين ايديه وقال: انت حلوه جوي يا حسناء، ما كنتش اتوقع انك لما تلبسي اللبس ده هتظهر انوثتك وتطلعي انثى بالجمال ده. واخدها على السرير. وبعدين كانت ليلة صعبة بالنسبة لها. هي بتحبه، لكنها ما كانتش عايزة يلمسها وبالشكل ده، وكان متوحش جدا معاها، ما كانش حاسس بنفسه، ونامت على الأرض من كتر العياط. وفجأة صحي تاني يوم أسد من النوم، وأول ما بص جنبه فاكرها نايمة جنبه، لقاها نايمة على الأرض، حطاها على السرير وغطاها بالبطانية. وبعدين كان عمال يبص عليها جامد قوي، وكان بيقول بينه وبين نفسه: يا ترى ايه اللي نايمها على الأرض؟ وبعدين قال: لا، فوق يا أسد، قلبك ابتدى يحن ليه؟ دي حتة عيلة صغيرة وهي أصلا بتحمك. هو يا ترى حصل ايه بالليل؟ أني مش فاكر أي حاجة واصل. ولبس هدومه ونزل راح على الشركة بتاعته علشان يمارس شغله ويومه الطبيعي. أما حسناء في الوقت ده صحيت من النوم، وكانت بتفتكر بالليل واللي حصل فيه، وكانت عمالة تعيط ومنهارة من العياط، ما كانتش قادرة تستحمله وهو بالوحشية دي، وكمان كان بيعاملها بكل قسوة كأنه عمره ما شاف حنية في حياته. أما بقى يوم الصباحية جت ستات العيلة علشان يسلموا على العروسة، لأنهم ما حضروش الفرح لأنهم كانوا برا البلد. يا أهلا وسهلا، نورتوا البلد كلها، أنا مبسوطة جوي إنكم رجعتوا علشان تشوفوا عروسة ولدي. بصراحة احنا مبسوطين وجينا من مصر مخصوص علشان نشوف العروسة. أنا عارفة إنها بنت عمه، بس أنا مش عارفة أنهي فيهم، يا ترى منة ولا حسناء. عموما البنتين زي القمر، ربنا يبارك لكم فيها، إن شاء الله تكون زوجة صالحة، وبعد 9 شهور تجيبوا لنا طفل صغير. يا سعاد، روحي نادي يلا على حسناء، خليها تنزل يا حبيبتي علشان تسلم على الضيوف. وفعلا طلعت سعاد ودخلت الأوضة وكانت بتقول: يلا يا حسناء يا بنتي، انزلي علشان تسلمي على الضيوف، والبسي حاجة زينة ومرتبة كده، يلا يا حبيبتي علشان منتظرينك. حاضر، انزل انتي يا أبلة سعاد، وانا هغير هدومي وهنزل وراكي على طول. وفعلا راحت اخدت شاور علشان تغير هدومها ونزلت للضيوف، واول ما شافوها اتبهروا بجمالها. كانت لابسه دريس شيك جدا وطويل، لكن كان زي القمر عليها. سلمت عليهم وقعدت جنبهم. بسم الله ما شاء الله، انا ما كنتش اتوقع ان عروسه ابنك هتكون زي القمر كده. انا عارفه ان اسد وسيم وهياخد بنت جميله، لكن في جمال حسناء بصراحه ما كنتش اتوقع. البنت جميله وزي القمر، كفايه عيونها الواسعه ولونها الجميل ما شاء الله. اكيد حسناء واسد اخدين بعض عن حب، ما هو باين مستحيل يشوف الجمال ده وما يحبوش. اكيد هما الاتنين كانوا عايشين قصة حب حلوة قوي وبعدين اتجوزوا. بصي يا حسناء، عايزاكي يا حبيبتي بعد 9 شهور تجيبي لنا نونة. ها؟ نونة؟ حاضر ان شاء الله. طبعا ده هما الاتنين كانوا عايشين اجمل قصة حب، الاتنين كانوا بيدوبوا في بعض دوب وتحايلوا علينا كتير جو علشان يتجوزوا، بس احنا بقى كنا بنقول ان حسناء لسه صغيرة، بس هما الاتنين صمموا على الجواز. حسناء كانت مستغربة من كلام حماتها،
ازاي بتقول كده وهو اصلا متجوزة وهو ما بيحبهاش؟ وبعدين طلعت على اوضتها وكانت بتقرأ في روايتها المفضلة، وكانت حاسة ان البطل يشبه اسد جدا. وبعدين قرب عليها، واول ما شافته قامت وقفت، وكانت خجلانة جدا ومكسوفة كل ما تفتكر الليلة بتاعت امبارح، وتبص في الارض وخايفة منه. هو اني كل ما اجرب منك تخافي ولا ايه؟ هو اني عفريت؟ قوليلي، هو ايه اللي حصل امبارح؟ كل اللي فاكره اني كنت على البحر مع معتز ومع الاسف شربت كتير قوي، لكن مش فاكر اي حاجة تاني. انت نسيت اللي انت عملته ونسيت الأسوأ اللي وريتهاني. عمري ما كنت اتوقع انك هتكون قاسي معايا للدرجة دي. انا جسمي بيوجعني كله لغاية دلوقتي. انت كنت عامل زي الوحش المفترس. انا عمري في حياتي ما هنسى الليلة دي. حرام عليك يا اسد، ليه عملت فيا كده؟ عمري ما كنت اتوقع انك بالوحشية دي. ايه بتقولي ايه؟ اني اسف، اني ما اعرفش حاجة، والله ما فاكر اي حاجة حصلت امبارح. كل اللي فاكره اني كنت على البحر وشربت كتير. ارجوكي ما تزعليش مني، ارجوكي، انا اسف ومستحيل تتكرر تاني. اما بقى حسناء ما قدرتش تستحمل الموقف وفضلت تعيط، وراحت قعدت على سريرها وانهارت من العياط. اما اسد ابتدت تصعب عليه جدا، وقرب عليها وقال: بصي، بصراحة كده اني لازم اعوضك عن اللي حصل امبارح. أنا يعني بفكر إني أقدم لك في المدرسة. أنت في تالتة ثانوي ولازم تخلصي دراستك وأدخلك الجامعة، وبعد كده اتخرجي وعايزة تشتغلي، ما عنديش مانع. المهم عندي إنك تكوني مرتاحة ومبسوطة. قوليلي، إكده مبسوطة؟ لا، مش مبسوطة. طبعا كنت بحب التعليم وكنت أحب إني أكمل تعليمي، لكن أنا خلاص ما بقاش لي أي لازمة التعليم بالنسبة لي. اتجوزت شخص ما بيحبنيش وعايشة معاه في غرفة واحدة، كل واحد في عالم تاني وكل واحد بعيد عن التاني. حياتي كلها باظت واتدمرت. مشيت من قدامه حسناء، لكن أسد ابتدت تصعب عليه جدا وتلفت انتباهه، وابتدى يحس انه مقصر معاها وكان عايز يعمل اي حاجة علشان يرضيها. أخدت الرواية بتاعتها الجميلة ونزلت في الجنينة مع الهوا والنسمات البسيطة الساقعة وصوت العصافير اللي مالي المكان. وفجأة فضلت تصرخ بأعلى صوت، كانت منهارة وتصرخ وتصرخ علشان أي حد يسمعها، لأن كان في صرصار هناك وابتدى يقرب عليها. أسد سمعها ونزل من فوق جري علشان يلحقها. ما كانش عارف مالها بالظبط وبتصرخ من ايه. أول ما شاف الصرصار فهم هي بتصرخ ليه وشالها بين ايديه. اهدي ما تجلجيش، أنا خلاص خلصت عليه، أنا جنبك. طول ما أنا جنبك اوعي تحسي بالخوف أبدا ولا بالتوتر. واني آسف على كل اللي حصل مني لتاني مرة، مستحيل يتكرر معاكي تاني يا حسناء. مسامحاني؟ مسامحاك يا أسد، بس المهم ان انا ما اشوفش الصرصار ده تاني. اصلا انا بخاف منهم قوي وبخاف من شنباته بالذات. ممكن لو سمحت تطلعني على اوضتي، لاني مرعوبة وخايفة قوي من الصرصار. اما أسد شالها بين ايديه وطلع بيها على الأوضة. اهدي، أني جنبك، اطمني، مفيش أي حاجة هتمسك بسوء. طول ما أني جنبك لازم ترتاحي. وطلعها على غرفتها وقعد جنبها على السرير. شكرا يا أسد، بس بصراحة كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم، وهو منة. أنا عارفة إنك لسه بتدور عليها، ويوم ما تلاقيها عارفة إنك هتعمل فيها، بس أرجوك هي ما تستاهلش كل ده. حط نفسك مكانها، هي بتتجوز شخص ما بتحبوش ومستحيل تفكر فيه. أني مش هزيها علشانك انتي بس يا منى، بس أني لما الاقيها أكيد هيكون في حساب قوي جدا على الفضيحة اللي كانت هتعملها. والله أعلم، ربنا ما بيجيبش أي حاجة وحشة، يمكن ربنا عمل كده علشان رايد لنا الصالح. يلا ننام. وناموا هما الاتنين جنب بعض لأول يوم واتغطوا ببطانية واحدة. الاتنين كانوا عاملين نفسهم نايمين، لكن هما ما كانوش نايمين. كل واحد كان بيفكر في التاني، وفضلوا يفكروا ويفكروا في بعض لغاية ما هما الاتنين غرقوا في النوم وناموا. وفي صباح يوم جديد صحيت حسناء من النوم، أخدت الشاور بتاعها
واتوضت وصلت ونزلت الصالون، وكانت قاعدة بتشرب القهوة بتاعتها الصباحية علشان تفوق. أما أسد غير هدومه ونزل، وكان بيقول: قوليلي، انت جاهزة كده ولا لسه هتلبسي؟ أصلا يرايدك في موضوع مهم جوي، يلا عايزك تخرجي معايا. ردت وقالت: أنا أخرج معاك فين؟ أنا أيوة جاهزة، بس هو أنت عايزني فين؟ ممكن أعرف؟ رد أسد وقال: مش لازم تعرفي، أنا رايدك في مشوار مهم جوي. المشوار ده متأكد إنه هيفرحك، وبصراحة أنا عايز أعمل أي حاجة تخليكي مبسوطة. يلا تعالي ورايا. وركب عربيته وأخدها معاه. هي كانت ماشية مش عارفة هي رايحة فين، لكن طول الطريق كانت عمالة تبصله من بعيد وهو مش اخد باله، وقلبها كان بينبض جامد قوي وهيطلع من مكانه من كتر ضرباته السريعة. أسد، انت ما قلتليش انت اخدني على فين؟ ممكن تعرفني؟ أنا ما كنتش ناوي أقولك، وكنت عايزها تكون مفاجأة. عموما حاضر يا ستي، هقولك على كل حاجة. هقدملك في المدرسة اللي هنا اللي جنبنا، 3 ثانوي، وبعد ما تخلصي مدرسة هدخلك على الجامعة. ايه؟ معقول؟ طيب، أنا بصراحة ما كنتش حابة أكمل، وكنت حاسة إن حياتي وقفت واتدمرت. من جالك ده؟ حياتك هتبتدي معايا، هتبتدي من أول وجديد. هتخلصي دراستك، بس ما اعتقدش انك هتشتغلي، لاني رايدك في الدار، ويمكن ولادنا يحتاجولك. اول ما قال الكلام ده ارتبكت جدا واتكسفت وبصت في الارض. واخيرا راحوا المدرسة وقال لها: اجديه اكون وفيت بوعدي ليكي، وانتي دلوقتي بقيتي رسمي في المدرسة دي، بس قدمتلك منازل علشان تقدري تاخدي بالك كمان من الدار لانك ست متجوزة. حاضر، انا هعمل كل اللي تقولي عليه، واوعدك اني هجيب مجموع كبير قوي علشان ادخل الجامعة اللي بحلم بيها، وهي كلية الطب، واكون دكتورة. الفضل يرجع لربنا ثم ليك يا اسد. وبعدين روحت على البيت واتغدت مع العيلة، وبعدين طلعت اوضتها وهي بتقرأ الرواية. كانت حاسة انها هتنام على نفسها، وفجأة دخل اسد، واول ما لقاها بتنام على نفسها فضل واقف جنبها مش قادر يتحرك، عمال يتفرج عليها وهي نايمة. وبعدين شالها بين ايدين الاتنين وراح علشان ينيمها على السرير، لانها كانت غرقانة في النوم ومش حاسة بأي حاجة تماما. أسد مشاعره ابتدت تتحرك، وابتدى يحس قد ايه البنت دي جميلة وطيبة. نيمها على سريرها وغطاها بالبطانية، وما كانش قادر يشيل عينه من عليها، عمال يتفرج عليها وهي نايمة، وهي شبه الملاك البريء، طفلة صغيرة لكن زي الملايكة. وفجأة صحيت من النوم وكانت بتقول: لا، سيبني سيبني، واترمت في حضن أسد وكانت بتقول: كابوس كابوس. اهدي اهدي اهدي، في ايه بس؟ ايوه، هو اكيد كابوس، ما تقلقيش، اني جنبك، رايدك تهدي. طول ما اني جنبك رايدك تكوني مطمنة وما تحسيش بأي قلق، مستحيل يصيبك أي سوء طول ما اني جنبك. وحضنها جامد جدا، وبعدين قالت له: ها طيب، انا اسفه علشان حضنتك وكنت قلقانه ومتوتره. بصراحه حسيت بالامان لما حضنتك. طب ما هو ده شيء طبيعي، انت ليه مستغربه؟ اني جوزك، حلالك، يعني ده شيء طبيعي جدا بين اي زوجين. اني فعلا في اول جوازنا قلتلك مستحيل انه يكون زوجين، بس دلوقتي الوضع اختلف. اختلف ازاي؟ ممكن تقولي حاسس بايه؟ في مشاعر جواك؟ ممكن تعرفني ايه هي مشاعرك؟ ايه مشاعرك اتجاهي يا اسد؟ بتحس بايه وانت معايا؟ اسد لاول مره يسكت، ما يقدرش يتكلم، لكن مشاعره هي اللي كانت بتتكلم، وافعاله كمان. ومن اليوم ده حياتهم اختلفت، وابتدوا يخرجوا ويتفسحوا ويسافروا ويقضوا شهر العسل كمان مع بعض. عدى على جوازهم 5 شهور، وفي يوم من الأيام جت سعاد وقالت: في واحدة تحت رايدة تتحدث معاكي وبتقول إنها عايزاكي. واحدة؟ طيب أنا نازلة دلوقتي هشوف هي مين. أول ما نزلت حسناء اتصدمت، لقيتها منى أختها، بعد غياب كتير، شهور طويلة،
وأول ما شافتها اترموا هما الاتنين في حضن بعض. يا حبيبتي يا حبيبتي يا منى، وحشتيني قوي. احنا دورنا عليكي في كل مكان لكن ما لقيناكيش. انتي ما تعرفيش انا كنت محتاجالك قد ايه، وكنت بفكر فيكي طول الوقت، وكنت بقول يا ترى هي كويسة، يا ترى هي بخير. انا بخير يا حبيبتي وكويسة. انا اسفة على كل اللي حصل معاكم. عارفة انك اتجوزتي اسد، بس لاني عارفة انك بتحبيه. شفت مذكراتك وعرفت انك بتحبي اسد من زمان، ومستحيل تعترفي بمشاعرك دي. علشان كده قررت ان انا اللي انسحب. اسد لو سمحت ما تأذيش منى، ما تعملهاش اي حاجة. هي عملت كل ده علشاني. ارجوك يا اسد خلينا نفتح صفحة جديدة وبدون اي مشاكل. النصيب والقدر كان اقوى مني ومنك ومن منى كمان. ممكن يا اسد ما تأذيش منى، وحياتي لو ليا غلاوة عندك. اسد اول ما قالت الكلمة دي قال لها غلاوتك كبيرة جوي في قلبي، واني مستحيل اذيها. أنا بس كنت بدور عليها لأني خايف عليها، خايف أي حد يعمل فيها حاجة مش زينة. بس إنما دلوقتي هي بخير، وقالت كلمتين كده دخلوا قلبي، وعرفت منيهم إن حسناء بتحبني من زمان. هو ده اللي برد ناري. أيوة بقى، يعني أنا دلوقتي بقيت العزول. ماشي يا سيدي، المهم تحافظ على حسناء وتحطها في عينيك الاتنين. هي بتحبك من زمان قوي يا أسد، وطبعا مستحيل تعترف بمشاعرها، لكن أنا دلوقتي مبسوطة واتأكدت 1,000,000% إن المشاعر متبادلة، وعيونك بتبصلها وهي بتقول لها إنها بتحبها قوي. عندك حق، أنا بحبك جوي يا حسناء. أول مرة اعترفلك باللساني، لكن مشاعري هي اللي كانت بتتكلم وبتقول كل حاجة من أول ليلة كنت فيها هنا في بيتي. وأوعدك إني مستحيل أعمل حاجة تأذيكي. عايزك تكوني معايا طول عمرك. وهما التلاتة قرروا إنهم يخرجوا مع بعض ويتفسحوا ويتعشوا مع بعض، وفعلا خرجوا وكانوا عمالين يضحكوا ويهزروا وسهروا مع بعض، وكانت ليلة طويلة وجميلة، وكانوا كلهم مبسوطين. وأسد راح وداها عند والدها. وبعد 5 أيام تقريبا حسناء كانت ماشية في الأوضة ورايحة جاية، عمالة تفكر كتير ومتوترة وقلقانة، ومستنية أسد يرجع من الشغل، وكل شوية تبص من الشباك تشوف عربيته يا ترى رجع ولا لأ، لأنها مستنية علشان تقوله على حاجة مهمة جدا. وفجأة فتح الباب ودخل أسد، وأول ما شافته ارتبكت جدا واتخضت، وبعدين حضنها كالعادة وبسها من راسها، وبعدين قال يا مساء الفل، اسمك حسناء وانتي فعلا حسناء، اسم على مسمى. وحشتيني جوي حبيبة قلبي. أنا جاي بسرعة على نار علشان أشوفك. أسد أنا متلخبطة وتعبانة وحاسة إني دايخة وعندي صداع، وكل ما أكل أي أكل أروح أرجعه بسرعة، وحاسة إني اهدي حبيبتي اهدي، أكيد مفيش حاجة. يلا روحي غيري خلاجاتك دي علشان نروح فورا على المستشفى أطمن عليكي. هو أنا عندي أغلى منك؟ ما تقلقيش، أكيد شوية برد في معدتك. بس أنا حاسة كده إنه مش برد، حاسة إنه عموما خلاص. يلا أنا هلبس ونروح على المستشفى، مع إني ما كنتش حابة أخرج دلوقتي. حاسة إن جسمي كله بيوجعني وحاسة إني همدانة. رد أسد وقال أنا عارف إن كل ده أثر التعب. يلا يا حبيبتي لازم نخرج نروح المستشفى علشان أطمن عليكي ونرجع على الدوار على طول. يلا يا قلبي هساعدك. وساعدها في اللبس وسرح لها شعرها وأخدها من إيديها وراح على المستشفى. عملوا شوية تحاليل وفحوصات وودوها للدكتورة علشان يعرفوا يا ترى حالتها إيه. انت ليه قلقان عليها كده يا أسد بيه؟ هي زي الفل، دي أعراض طبيعية جدا في بداية الحمل. هي حامل في الشهر التاني. انتوا ازاي كل ده ما حسيتوش؟ هما الاتنين حضنوا بعض جامد جدا وفرحوا قوي، ما كانوش مصدقين الكلام اللي بيسمعوه. أخيرا هما الاتنين هيجيلهم أحلى طفل. ايه معقول؟ حامل؟ يعني أني هكون أب، وانتي يا حسنائي هتكوني أم، أحلى أم في الدنيا كلها. بحبك جوي يا حسناء،
وهفضل أحبك طول عمري. ولحد هنا تكون نهاية رؤيتنا السعيدة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار كل ما ننزل قصة جديدة. وما تنسوش تفجروا زر اللايك وتشيروا الرواية الحلوة دي على الفيسبوك ومع كل أصدقائكم، وهستنى آرائكم في الكومنت وكلامكم الجميل اللي دايما بيسعدني. ألقاكم في رواية جديدة. هي أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.